هالو. النهاردة هنعمل كبدة اسكندراني بس ايه جامدة، وكمان معاها طحينة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. معايا طاسة على النار، هنزل عليها بالزيت بتاعنا، واهم حاجة الزيت في المرحلة دي لازم يبقى سخن. وبعد كده هنزل عليه بالكبدة، ونبتدي نشوح كويس قوي في الكبدة لحد ما لونها يتغير. زي ما انتوا شايفين كده هنبتدي نقلب كويس قوي لحد ما نتأكد ان الكبدة بتاعتنا لونها اتغير. نقلب برضو، نفضل نقلب كويس قوي. وبعد بقى ما اتأكدت ان كل الكبدة بقت لون واحد زي ما انتوا شايفين كده، هننزل عليها بالثوم. الثوم بقى حسب الرغبة، عايزين تزودوا اكتر من كده مفيش اي مشكلة، انا حاطة فصين من الثوم. نقلب بقى كويس، وبعد كده ننزل بالتوابل بتاعتنا، الكزبرة وعليها الملح، وكمان عليها الكمون ورشة من الفلفل الأسود، ومعايا الخل. ونقلب كل الحاجات دي كويس قوي في بعض. وبعد ما حسيت انها استوت زي ما انتوا شايفين كده، هنزل عليها بالفلفل الرومي، ولو عايزين تحطوا فلفل حراق مفيش اي مشكلة، كل ده حسب الرغبة. ونقلب كل ده كويس قوي. هسيبها بقى لحد ما الفلفل بتاعنا يدبل والكبدة تكون استوت تماما، وهرجع وريها لكم تاني. ولحد ما الكبدة بتاعتنا تستوي تعالوا نعمل مع بعض الطحينة. جبت الطحينة وعليها حبة من المية، وهقلب ده كله كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل عليها بالخل وهقلب كويس. وبعد كده هنزل بالتوابل بتاعتها، معايا كمون وملح وكمان فلفل اسود. هقلب كل ده كويس قوي، مفيش اسهل من كده. وبكده تبقى الطحينة بتاعتنا جاهزة، بس انا هزودها شوية من المية كمان. طبعا كل ما كان السمك تقيل دي بقى بتاعتكم انتوا، انا حبيت اخففها شوية زي ما انتوا شايفين كده. مفيش اسهل من كده. تعالوا بقى نشوف الكبدة مع بعض. وده بقى شكل الكبدة بتاعتنا بعد ما استوت. تعالوا بقى نحطها في طبق التحضير، وبكده تكون أكلتنا جاهزة. بجد الطريقة دي للكبدة حلوة قوي، جربوها وقولي رأيكم فيها ايه، هتعجبكم جدا. وعملنا معاها طبعا الطحينة، وانا عملت معاها رز حبة وحبة. يلا، أتمنى أكلة النهاردة تكون عجبتكم، وأشوفكم في أكلة جديدة وأقول لكم باي باي.